شنو السر ورا الانفلونسرز يلبسون نفس الستايل؟ ليش المجوهرات كلها صارت ناعمة أو شونكي؟ وشنو يعني الموضة الطاغية أصلا؟ اليوم راح أحكي عن آخر صيحات الموضة المستحوذة من الموضة والمجوهرات، وشنو معناها الحقيقي مو بس شكل. شنو معنى المجوهرات الطاغية وليش سميت بهذا الاسم؟ مجوهرات الشونكي بولد. هاي المجوهرات تكون سلاسل ثقيلة، خواتم ضخمة، بروشات كبيرة تبرز بيها، لأن الاتجاه العالمي تغير نحو التعبير عن النفس خاصة بعد جائحة الركود، فصاروا إنه كل شخص يريد يلبس قطعة يريد يتعبر عنه أو يفرض وجوده بيها. ثاني قسم هو القطع الناعمة. طبعا القطع الناعمة السلاسل الناعمة بعدها مستمرة، لأن بعدهم البنات يختارون الأشياء البسيطة ما يحبون الأشياء الضخمة، بس هذا الشيء بعده مستمر لأن بعد مستمر بعدة طبقات، يعني ما مستمر بشكل دائمي. طبعا عندنا ثالث قسم هو الليرات. الليرات الجرأة أو النزاكة أو البساطة، فهي تلبس بالسهرات بالمناسبات بالطلعات اليومية. راح أتكلم لكم عن رابع قسم اللي أنا صار مهتم به، هو الأحجار الكريمة. صارت الناس مهتمة بالنية بالطاقة، تحب تلبس الأحجار الكريمة كستايل يومي أو مجوهرات ضخمة تعبر عنها. هسه راح أتكلم لكم شنو معنات الU2K، يعني الموضة الطاغية. طبعا U2K أول مرحلة من مراحل الموضة الطاغية هي الستايل اللي يرجع موضة التسعينات أو موضة الثمانينات، البناطير العريضة، النظارات الملونة، الأكسسوارات الضخمة اللي نلبسها أكثر من أكسسوار. فهسه حاليا صار هاي الترند الموضة. هسه عندنا ثاني مرحلة كيوت لاكجري، هاي اللي تكون القصات الناعمة الألوان الهادئة اللي تعبر عن الشخصية بدون ما الواحد يصيح ويحكي. هسه بنات عندنا ثالث مرحلة هو الستايل المودرن، يعني التراثي. وهواي مصممين شنو دمجوا الأزياء التراثية أو التراث أو الحضارة بالتيشيرتات بالعبايات بالستايل، هواية هاي عبرت عن شخصيتهم. فطريقة الدمج الستايل أو الحضارة بالأزياء أو المجوهرات. بنات شنو سبب هاي الصيحات وليش صرنا ننجذب إلها؟ لأن بصراحة إحنا نحب التغيير، المرأة أو الرجل يحبون التغيير. إحنا نواكب الموضة، نواكب سنة عن سنة، يتغير أفكارنا، تتغير لبسنا، شخصيتنا هم تتغير. فإحنا نحب التغيير، ما نحب ننشلب مثلا بقطعة واحدة أو بقطعة واحدة نظل مستمر. عن هذا الشيء ما ننسى إنه الصيحات بدأت تتغير، الصيحات تعبر عن مخاوفنا، تخلينا نجرب أشياء جديدة، وأيضا ما ننسى إحنا نحب نواكب بالموضة والحضارة. فهذا الشيء كلش فاتنا من ناحية التغيير. بسبب هذا الشيء صرنا نشوف إنه نلبس خواتم تمثل تراث أو حضارة أو دولة معينة، فصار أكو استيراد وتصدير. مصممين صاروا يبدعون أفكار جديدة، نحب نختار أشياء مختلفة، ممكن نحب نختار نفس الأشياء، نحب شيء نختاره مختلف ويمثل شخصيتنا. آمن إنه كل وحدة بينا تقدر تصنع صيحتها الخاصة، تختار حسب شخصيتها. اختاري شيء اللي يشبهك، لا تحاولين تقلدين مشهورة أو بلوجر أو يوتيوبر، اختاري انتي حسب ستايلك. طبعا إذا عجبك التحليل مالتي تكتبي لي شنو انتي تحبين عن طاقتك حتى أجاوبك بالتعليقات، ولا تنسون تسوون شير ومشاركة وتتابعون القناة مالتي حتى يوصلكم كل جديد.